يعني العصر اللي انت كنت فيه ما لقيتش نص البردية الناقص، بس كتبت انت بنفسك بردية تانية. هو الموضوع ناقص تعقيد يا يحيى؟ أنا عارف إن كل يوم الحكاية بتكبر، بس أنا بحكي لك عشان تقولي أعمل إيه. يعني أنت دلوقتي معاك بردية من الأسرة الأولى؟ بالظبط، وأنا اللي كاتبها بنفسي. بس الغريبة إن أول ما رجعت لزماننا تاني كل الكلام اللي فيها اختفى. زي ما حصل في الصور اللي صورتها كنوز. أيوة، بس الكتابة والرموز موجودين من قبل التاريخ عكس التصوير. الموضوع ده محتاج تفكير عشان نقدر نوصل لحل يخلي الكلام اللي في البردية يظهر في عصرنا الحالي. لو الكلام ظهر يا أستاذ عصام، تبقى البردية دي تاريخية وليها قيمة ولا إيه؟ ده هيحددوا الكشف عليها. علم البرديات علم كبير، عشان يتحدد عمر أي بردية لازم تتعرض على متخصصين في العلم ده، ولازم نوصل لنص البردية اللي مع عجيب. الخطر الحقيقي هيبدأ لما نلاقي النص التاني. لحد دلوقتي اللي معاه مجرد كلمات ناقصة ما يقدرش يعمل بيها حاجة. لحد ده ما يحصل لازم تاخد بالك، وخلي البردية اللي انت كتبتها معاك واوعى توريها لحد، حتى لو الكلام مش ظاهر عليها. انت بدأت تكتب التاريخ من الأول يا يحيى. صحيح، أنا نسيت أقولك، أنا عرفت دكتور عجيب عرف حكايتك منين. بجد؟ عرف منين؟ فاكر لما قلتلك إن الشرطة قبضت على عم حسني بعد ما لقوا معاه التمثال الأشبت المسروق؟ لما راح السجن بقى اتعرف هناك على مين؟ على فوزي والدكتور عجيب. الدكتور عجيب كان أذكى واحد فيهم، وما كانش مجرد لسه آثار زي حسني. لا 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 لا، ده كان بيفكر لأبعد من كده بكتير. وانت قدرت ازاي توصل لكل ده يا أستاذ عصام؟ أنا قلت مين اللي يعرف السر ده؟ انتوا وأنا وبابا وماما وحسني. مشيت ورا فكرة إن أكيد حسني حكى لحد الحكاية، وقدرت فعلا أوصل لأول الخيط لما عرفت التاريخ الإجرامي لدكتور عجيب، وطلع متورط في أكتر من عملية تزوير وأعمال كلها غير مشروعة. وده يا ولادي خلينا ناخد بالنا أكتر من أي وقت فات. معاك حق يا أستاذ عصام. بصوا الجمال. واو، دول كانوا جامدين جدا. احنا هنا يا ولاد في معبد أبو سمبل. المعبد ده ليه حكاية طويلة. المعبد منحوت جوه الصخر، واللي نحته كان الملك رمسيس الثاني كهدية لزوجته وحبيبته نفرتاري. يعني تقدروا تقولوا إن معبد أبو سمبل هو أغلى هدية في التاريخ. المعبد اتنقل من مكانه الأصلي للمكان ده بعد بناء السد العالي، واحنا دلوقتي قدام تمثال للملك رمسيس الثاني وزوجته نفرتاري. وهنا بيحصل شيء عظيم وحركة بتعرفنا قد إيه إن أجدادنا المصريين القدماء كانوا متفوقين في علوم الفلك. في كل سنة تحديدا في شهر فبراير وأكتوبر بتتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس داخل المعبد، مرة في عيد ميلاده ومرة في عيد تتويجه ملك على كمت. تفتكر كنوز هتزعل؟ أكيد هتزعل، بس أنا هصالحها بعدين. طب ما كنا خدناها معانا يا يحيى. لو صحي وما لقوناش كلنا هيتأكدوا إن في حاجة غريبة، لكن لما نرجع ممكن أقول لهم مثلا إنك كنت بتشرح لي حاجة أنا مش فاهمها. انت ما كنتش عايز ترجع للعالم القديم تاني؟ ايه اللي حصل بقى خلاك متحمس كده؟ حاسس إني عاوز أكمل كتابة في البرديات في كل عصر هروحه، وكل مغامرة هدخلها سواء بقت برديات تاريخية أو لأ. هكون مبسوط قوي إننا إحنا اللي كتبناها بإيدينا وقت ما الأحداث الحقيقية حصلت. يعني أنا اللي كتبت التاريخ، وكمان عشان أدور على جزء بردية الحياة المفقود عاوز دايما أكون سابق عجيب. مستعد يا أستاذ عصام؟ مستعد يا يحيى، يلا بينا. اتروعا.